السلام عليكم. تعالوا نعمل دونر الكباب بقى واقول لكم رايي فيه بصراحه. تمام. وتعالى كمان نعمله يعني هنعمله كحشوه كده للكريب او الكانيلوني زي ما بنقول عليه ايا كان. بصوا يا جماعه والله العظيم، يعني حاجه كده. شايفين بقى يا جماعه، تعالوا اوريكم الكبايه طالعه عامله ازاي، وشايفين شكلها ازاي. شايفين الحشوه بتاعتها تحفه ازاي، مغريه مش كده؟ تحفه جدا. يلا بقى نشوف عملنا ايه. هاتي كده في البدايه معانا. خليني بس أأكد عليكي في البداية، أهم حاجة الورق اللي هتستخدميه. استخدمي ورق زبدة يكون كويس جدا عشان الوصفة تطلع معاكي مظبوطة. يلا نجيب كيلو من اللحمة المفرومة. تمام. هنزل عليهم كده بالبهارات اللي اقولك عليها دلوقتي: ملح، فلفل اسود معلقة كبيرة، بصل باودر معلقة كبيرة، توم باودر، بصلة. البصلة المفرومة تعصريها من المية بتاعتها على جنب كده، وتحطي كمان معلقتين من الزبادي لنص كيلو. يعني انا حطيت 4 معالق من الزبادي للكيلو ده. تمام كده. ابتدي بقى إيه عجنيها كويس جدا لحد ما تبقى ناعمه معاكي. عايزه تضربيها ضربه في الخلاط ممكن، لا في الكبه. تمام. زي ما انت شايفه كده يعني هنفرمها كويس جدا. انا كنت ما حطيتش الملح، حطيت الملح وبدات اعجنها كويس جدا. وبعدين انت بتهاتي بقى ورقه زبده. اهم حاجه ورق الزبده اللي تستخدميه عشان ما تبوظلكيش الوصفه بتاعتك، يكون نوع نضيف ونوع كويس، تضمني كده ان هو يطلع لك الوصفه بشكل سليم، مش اي ورق زبده كبير. تمام. تمام زي ما انت شايفه كده. هاتي حته حته كده بالشكل دوت عندك، وابتدي كده امشي عليها لحد ما ترققيها. انا عن نفسي ما حبيتهاش اللي هي تبقى رقيقه قوي زي او زي ما ناس كتير عملتها، بس انا حبيتها بصراحه لما تكون يعني ليها سمك شويه عشان اعرف اقطعها وتبان فعلا في الساندوتش كده. تمام. بالشكل ده كده تعمليها، وبعدين تبتدي تروليها وجنب بعض كده في صينيه، حطيها وفي الفرن دخليها على درجه حراره 200 لمده نص ساعه. هتحطيها. تمام. هاتي بقى كده هنعمل عجينه الكريب بقى مع بعض. انا عملتها قبل كده اكتر من مره بشاورما الفراخ واللحمه المفرومه، حاجه كده تحفه. سيب لكم اللينك تحت في الكومنتات. تمام. هنا بنزل ب3 كوبايات ميه، 3 كوبايات لبن، 6 كوبايات دقيق. يعني الميه قد او السوائل قد الدقيق، رشه من الملح، 3 معالق زيت. يعني كل كوبايتين سوائل بياخدوا معلقه زيت بقى كده. تمام. ده هتحفظوها حفظ. انما الكريب المره دي عاملاها لكم بدون بيض، مش حاطه فيه بيض خالص. تمام. وهيبقى تحفه جدا برضو والله. فانا عملته قبل كده بس كان بالبيض. تمام. لكل مقدار كوبايتين كان ليه بيضه، وكل ما بطلع فوق او يعني بزود الكميه ما بضاعفش البيض. تمام. يعني ممكن اخلي مثلا ل6 كوبايات دول احط لهم بس بيضتين بس. تمام كده لو عايزه تعمليهم بالبيض. لو عايزه تعمليه من غير بيض خالص زي ما عملته كده، يبقى هما زي 6 كوبايات دقيق، 6 كوبايات ميه، رشه من الملح والفلفل الاسود. تمام كده. و3 معالق من الزيت. ده بالنسبه للكريب. هاتي بقى اي طاسه بتكون ما بتلزقش، او حتى طاسه الكريب لو متاحه عندك. تمام. وابتدي كده دهنيها دهن الزيت. ما بين كل كام واحده بتعمليها بتدهني دهنه، ما تدهنيش في كل مره. تمام. ومجرد بس ما بتحطي العجينه وبتطلع من الحروف، بتروحي قايمه قلبها على الجنب التاني على طول. تمام. ممكن تسيبيها يعني سيكه، حاجه بسيطه كده خالص بعد ما ترفع، وبعدين كده تقلبيها لغايه ما تاخد اللون اللي هوريهولك دلوقتي. اهو اللون ده كده تحسي كده كانه عامل زي العيش التورتيه. تمام. زي ما انت شايفه كده. يبقى انت بتحطيها بتدهني دهنه زيت بسيطه. تمام. ما بين كل واحده والتانيه، وبعدين تبتدي بمجرد ما تطلع من الحروف تقلبيها وتحطي اللي بعدها، وبكده خلصتي الكريب بتاعك. كده تطلعيه كده على فوط مطبخ ولا حاجه عشان بس ما ينشفش منك. تمام. وابتدي بقى جهزي الحشوات اللي هي عباره عن ميكس جبن، بطاطس محمره، كاتشب، سلطه بيضه او سلطه مايونيز، او قصدي او حتى توميه اللي انت حباه بقى تحطيه في الساندوتش حطيه، او حتى مستردة برده ممكن تحطيها. تمام. شايفين بقى دونر الكباب طالع ازاي؟ ما شاء الله عليه تحفه جدا جدا. هيطلع معاكي بمنتهى السهوله طالما الورقه بتاعتك كويسه. زي ما انت شايفه كده تبتدي فكيه. زي ما قلت لك كده، هو ما شاء الله عليه والله بجد طعم يعني لا بعيد عن الكفته يعني طعمه هو طعم تاني. وهنا بقى تسحبي الورق بالشكل دوت. ويا سلام بقى كمان لو جبتي فحمايه وولعتيها في النص كده وحطيتي نقطه الزيت، وما شاء الله ديتي بقى ريحه الفحم كده، خلاص كباب يعني. تمام. بس انا طبعا ما عملتهاش عشان انا لسه عاملاها قريب، فما بعملهاش كتير عشان بس مضره.
بدات بقى اسحب الورق الزبده منها بالشكل ده زي ما انتم شايفين كده بمنتهى السهوله، مفيش مشاكل خالص. تمام. وبعدين ايه، لو مش واثقه في الورق بتاعك ادهني برده زيت. تمام. حتى يعني جايباه كويس وبرده خايفه، ممكن تدهني زيت بس بسيط خالص. تمام بالشكل ده. وكمان يا سلام بقى لو حته تلاقي يا جماعه هتحسسك بس بجد بالكباب يعني على اصوله. تمام كده. ممكن بقى تديها لون، وممكن اللون لو طلع عاجبك خلاص تمام ما تعمليش الخطوه دي. ممكن تديها لون كده على النار كده ايه، تحمريها شويه وتديها لون تاني. يعني انا دوبك حطيتها على النار بنفس الماده الدهنيه اللي نزلت بيها، يعني ما حطيتش اي ماده دهنيه تاني. تمام. وبعد ما حضرت بقى الحشوات وحضرت الكريب بتاعي وجهزته، هبتدي بقى اجيب الكريب وابتدي بقى ايه احط كده إيه كام بطاطسايه الاول. بس حطيت كده ميكس جبن كده سواء موتزاريلا، ميكس جبن، شيدر، اي جبنه انت حباها. تمام. وحضرت سلطه طحينه بيضه. تمام. وحطيت بقى كام بطاطسايه كده، وكمان رحت حطيت بقى ايه الكباب بتاعي او دونر الكباب. ما شاء الله بجد والله العظيم يا جماعه يستاهل التجربه، تحفه جدا. وشويه من الكاتشب كمان، لو عندك مسترد حط شويه كمان، هتبقي عامله مطعم في البيت. اللهم بارك. حاجه كده قمر. زي ما انتم شايفين كده بدات احشيه بالشكل ده. عمل لي كده صينيتين ما شاء الله عليهم حلوين جدا. يعني بص هو ل6 افراد. عمل لي يعني 6 افراد، كل واحد 2 في 6 و12، 12. وكمان طلع لي كمان 4 زياده، يعني عمل لي 18 واحده كريب دونر الكباب بكيلو اللحمه اللي عملته. زي ما انتم شايفين كده. احنا لو كنا بره يا جماعه هندفع مبلغ وقدره والله العظيم. تمام. زي ما انت شايفه كده لما طلعوا دول، وكمان ما شاء الله الكميه دي كمان. ولو على 6 افراد حلوين جدا 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 ما شاء الله عليهم، تحفه جدا. دخلتها بقى الفرن يعني بس عشان انشف الرغيف اخليه زي بره يعني مش اكتر، لكن انت ممكن لغايه هنا تاكليه عادي على فكره. بس طبعا التحميصه بتاعت الفرن دي بصراحه انا بحبها قوي. لايك بقى وشير، اوعي تنسيه لو عجبك الفيديو. سيبي لي كومنت لطيف وقولي لي ايه رايك في الوصفه. مع السلامه.